السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. يا ربي ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يفرج عنا وعنكم ما ضاقت به الصدور وقلت معه الحيل وضعفت عنه القوة، وأن يجعلنا وإياكم دائما في حرزه وأمانه وضمانه وفضله ومحبته. اللهم واجعلنا من المقبولين بكرمك، المكفولين بذكرك، المشمولين بعفوك، واغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأحبتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى فتنقول الناس جداد والناس القدام من داخل أرض الوطن ومن خارج أرض الوطن، مرحبا وألف مرحبا. والقناة بلا بكم راه ما تكونش قناة، فشكرا شكرا جزيلا لأي واحد عطى من وقته ولو القليل. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى غنقدم معكم هاد البريوات اللي هما ساهلين وزوينين. فبسم الله على بركة الله. هنا عندي نصف كيلو ديال الكاوكاو أو الفول السوداني، عندي القرفة، عندي كأس ديال السكر، هاد الكأسير صغير، عندي واحد المعلقة تقريبا كبيرة ديال الزبدة، وعندي ماء الزهر، وهنا عندي 200 غرام ديال اللوز اللي انا درته في الماء سخون وحيدت ليه القشره. هنا غادا ناخذ الكاوكاو ديالي او الفول السوداني اللي غادا نطحنه مع نصف كاس ديال السكر، ونصف كاس الاخر غادا نطحنه مع اللوز كما شفتوا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنايا انا طحنت اللوز حتى ولا بودر كما تشوفوا. انا ما بغيتش يعني ما بغيتش نطحنه بزاف كما تشوفوا على هذا الشكل هذا. فهنا غندير واحد معلقه كبيره ديال الزبده، غادا ندير ماء الزهر، راه درت واحد شويه د الملح، غندير القرفه، وغادا نعجن هاد الخليط ديال الكاوكاو واللوز. اللوز ما حمرتوش باش يعطيني ديك النكهه د اللوز والكاوكاو. تقدروا تاخذوا الكاوكاو وتحمروه في الفرن وتحيدوا ليه القشر ديالو كما شفتوا. صافي وتنبدا نعجن وانا تنزيد ماء الزهر باش نجمع العجين. وحنا تندير لكم بطبيعه الحال هاد العقده هذه خصها تدلك كما شفتوا. شوفوا القوام ديالها كيف داير. هنا غادا نزيد واحد المعلقه كبيره ديال المربى، اي مربى متوفر عندكم. كما تقدروا ديروا معلقه صغيره ديال الجليكوز، صغيره ديال الجليكوز. انا درت معلقه كبيره ديال المربى تيخليها مجموعه وتعطي واحد التعليكه اللي تتجي رائعه. هانتوما شوفوا بعد ما دلكتها واخا تبان لكم هكا، شوفوا كي كتكور، ما يعني ما تفرتتش، كتكور بسهوله كما شفتوا. هانتوما شوفوا العجينه متماسكه. فهنا كناخذ العجين شويه ديال الدقيق اللي تنخلطو بالماء، هو اللي غنسد به هاد البريوات ديالنا. هانتوما انا خديت ورقه الفيلو. فهنا تناخذ وقطعت شرائط كما شفتوا صغيره. صافي وتنبدا نلف. فكل شيء ما شاء الله تعرف يلف البريوات بهذه الطريقه هذه كما شفتوا. كل شيء تعرف يلف البريوات على هذا الشكل هذا. وحنا تنلفوا، انا مبغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا. صافي في الاخير كنسدو بالدقيق اللي خلطناه بالماء. العقده جات غزاله ما شاء الله. وداك اللوز اللي ما طحنش عطاها نكهه رائعه. يعني اللوز اللي انا ما قليتوش، درته فقط حيت ليه القشر. صافي وكنخليهم من بعد غدا نسدهم بالدقيق، الخليط ديال الدقيق والماء. حتى الابيض ديال البيض تقدروا تسدوا به، غير
الا كنتو غديروهم في الفرن. اما الا كنتو غادي تقليوهم، هذاك الابيض ديال البيض تيدير رغوه، تيدير هذيك الرغوه تتكون في الزيت. لهذا علاش تنسدو غير بالدقيق والماء. صافي كما شفتوا غنبقى تنكمل الكميه اللي عندي. صافي تنبقى على هذا الشكل تنكمل. الطريقه راه سهله كما مبينه في الصوره. كما تقدروا ديروا غير الكاوكاو او الفول السوداني بوحدو. انا غير كان متوفر عندي هذيك 200 غرام ديال اللوز ودرتها وجات رائعه ما شاء الله. صافي كما شفتوا نتوما كنسد، شوفوا كيف تيجيو. تناخذ القليل غير بالاصبع ديالي وتنسد البريوات ديالنا. صافي هنا تندير حمام زيت. انا خديت انيه ما فيهاش العرض بزاف باش ما تاخذ ليش كميه كثيره ديال الزيت كما شفتوا. وواحد النصيحه، هاد عجينه هاد ورقه الفيلو كتحمر بواحد السرعه، لهذا خصنا نقصوا عليها النار، تكون النار مهيله مهيله باش تجينا الورقه ديالنا مقرمشه وزوينه. دائما نقصوا النار مزيان. هنا كما شفتوا راه عندي العسل ثقيله كما تتشوفوا. هاد العسل اللي تتكون ثقيله تدخل في المعسلات مزيان وتتجي زوينه. صافي كنبدا ياخذوا اللون الذهبي ديالهم. صافي وتنحيدهم من الزيت كما شفتوا. تنحاول نقطرهم مزيان وتنحطهم. وهاد البريوات هادو انا راه بيتهم في العسل، شربوا العسل مزيان، خليتهم بايتين في هاد العسل هذا باش يجوني زوينين وشاربين العسل. صافي كنبدا فين ما تحمروا لي هاد البريوات كما شفتوا خداو هاد اللون. ما نحمروهمش بزاف حيت في العسل غيزيدوا ياخذوا اللون مازال. مني كنديروا انيه صغيره تنديروا غير كميه قليله ديال الزيت. كما كتعرفوا الزيت الا تحرقات ما كتبقاش صالحه، يعني لقلينا فيها مره صافي. صافي وكنحطها وهي بارده في الزيت، في العسل بارده. يعني العسل انا ما سخنتهاش، خليتها بارده والبريوات هما اللي سخانين. صافي غادي نبدا نكمل القلي ديالي بحال هكا كما شفتوا. كما سبق لي ذكرت النار تكون مهيله مهيله باش الورقه تجيني مقرمشه. شوفوا ما شاء الله كيف كيجيو غزالين ما شاء الله، تيجيو زوينين. فهاد البريوات هادو ما كنحتاجوش نقلبوا بالوحده بالوحده، فقط كنحركوهم بحال هكا هما تيتحمروا من الجهتين، تياخذوا اللون من الجهتين كما شفتوا هانتوما. صافي انا غادا نكمل ان شاء الله، وغادا نخليهم، انا غنخليهم يباتوا في هذا العسل. قد ما عندكم الوقت خليو هاد البريوات هادو يتعسلوا مزيان كما شفتوا باش ما يهرب ليناش هذاك العسل
كما شفتوا هنا خديت الزنجلان الابيض اللي انا كنت حمصته باش يجينا يعطينا واحد المذاق زوين. صافي وتنحاول ندير التزيين كما شفتوا. انا كنت درت الزنجلان بحال هكا على هذا الشكل هذا، من بعد بان لي ان البريوه ما بقاتش كتبان يعني فيها الزنجلان بزاف. صافي انا غنبدا نزينها غير من زوج ديال الجهات فقط. هانتوما غتشوفوا معايا جاتني انها ما بقاتش كتبان مني كثرت ليها الزنجلان. وهذا الزنجلان الابيض زوين بزاف. دابا ما بقيت غندير غير الجهتين اللي في الاسفل. جا رائع رائع رائع، جات هاد البريوات جو غزالين. شوفوا كيف جاو ما شاء الله، جاو فنين ما شاء الله. نتمنى تجربوهم بهذه الطريقه ويعجبوكم. تنقول لكم مبروك عواشركم باش ما تمنيتو ان شاء الله يا رب العالمين. شوفوا كيف جاو ما شاء الله، جاو روعه روعه. شوفوا كيف جاو ما شاء الله، جاو زوينين بزاف. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى لكم التوفيق يا ربي. احبكم في الله جميعا. الى اللقاء.